السلام عليكم، أهلا أصدقائي، أهلا بيكم في جولة من جولاتنا. وإحنا فين النهاردة؟ إحنا عند الصياد. طبعا في ناس كتير عارفة الصياد في الرواعي، واللي أول مرة تشوف الفيديو أول ما تشوف قناتنا الصياد دوت في الرواعي العتبة عند شركة المعادن الحديثة. الفيديو هيوضح لكم شكل الفرشة هي فين موجودة بالظبط في الرواعي. زي ما انتوا شايفين كده، أي حاجة ب150 جنيه عند الصياد. ده سعد، والصياد بيبقى قاعد هناك، وسعد اهوت بيدينا الحاجة اهيت عشان نعرضها. زي ما انتوا شايفين كده، اي حاجة عنده ب150 جنيه و... والشغل يعني بينزلوا شغل على طول. يعني انتوا ممكن لما تروحوا تلاقوا شغل احلى من ده كمان، احلى من ده كمان. هتشوفوا معايا موديلات كتير عنده. شايفين برضو الصندل ده يعتبر صندل، يعتبر يعني صابو يعني، وبرضو شوز يعني، يعتبر 3 في 1. وهنا برضو الشبشب دوت ده كعوبة بروتين، الناس اللي بتحب الكعب الخفيف. وبيبقى عنده شغل سواريه، بس النهاردة ما كانش عنده. لكن لو عروسة خطوبة أو زواج، ممكن تجيب من عنده الحذاء. هيبقى أرخص بكتير من المحلات، طبعا 150 جنيه. لو راحت جابتهم محل 600 700 جنيه على الأقل. لكن بيبقى عنده شغل سواريه، بس النهاردة ما كانش عنده سواريه. أنا صورت لكم السواريهات عنده قبل كده. هسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف، اللي معاه في صندوق الوصف جنب كلمة المزيد. هتدوسوا عليها تدخلكم على صندوق الوصف، وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو فيه ب150 جنيه. وفي ألوانه اهوت، لون تاني منه اللي هو مدي الذهبي على جراي كده، وده الفضي زي ما انتوا شايفين كده. ده سواريه برضو، هو بينزل سواريهات. وفي منه الأحمر. الحاجات دي بتبقى بواقي المحلات وكده، فبينزلوها على الرواعي. وانا بفضل ان انتوا تشتروا البواقي احسن من الشغل الورش. البواقي ديت بيبقى بيتعرف ازاي ان كل حذاء بيبقى يعني مقاس واحد، يعني 41 او 40. تيجي تسأليه مثلا عاوزة مثلا 39 منه 38، يقولك لا، نادر لما تلاقي منه يعني مقاس تاني، عشان ده بيبقى بواقي مش شغل ورش. شغل الورش بتلاقي مثلا من الشوز من اول 37 لحد 41، لكن هنا لا. وفي السبراهات ديت برضو جميلة. دي كانت عاوزة مصايف، كانت تبقى حلوة جميلة. ودي برضو موديل تاني عنده، الناس اللي بتحب الكعب العالي، مع اني ما بحبس يعني الناس تلبس كعب عالي. برضو الحذاء ده برضو جميل جدا، كعب صابوه برضو، ومريح جدا هيبقى مريح يعني في المشي وكده. اهم حاجة راحة القدم، يعني مش مهم الشكل، المهم الحاجة اللي تريح القدم وكده. وكل ما بيكون الحاجة تاخدوها سيمبل، كل ما بيكون اشيك. يعني مش شرط الحاجة لما بتكون مقفرة تبقى لا حلوة. على كل واحد بقى وذوقه، يعني الأذواق ديت كل واحد وذوقه، الناس أذواق. في ناس بتحب الحاجات السيمبل، وفي ناس بتحب الحاجات الأوفر. هي شركة العربي للمعادن الحديثة أهو الرواعي. انت هتدخلوا الرواعي، هتمشوا على طول، ولا هتحودوا يمين ولا هتحودوا شمال، هتفضلوا ماشيين على طول. هتلاقوا شركة المعادن الحديثة، هو واقف قصادها الصياد وسعد ده. فقالوا طبعا من طرف القناة عشان يعني يهتم بيكم وكده، اللي يروح له. يا ريت حبايبي ما تنسوناش باللايك، لان اللايك ده مهم جدا. يعني ما كانش مثلا اللايك يعني مثلا يبقى فيديو عليه مثلا 1000 مشاهدة ولا 1500 مشاهدة، وما يكملش 100 وحاجة لايك او اقل من 100 لايك، فالقناة هتتشاف ازاي؟ انتوا يعني عارفين ان القناة ديت، قناة الجولات دي يعني مرهقة وتعب. يعني انتوا عارفين طبعا النزول وكده والتصوير وكده، فيعني ده اقل حاجة مثلا يعني تحطوا لنا اللايك. اللايك يعني مش هيخسركم اي شيء ومش بفلوس، علشان القناة تتعرف والناس تشوف الفيديوهات والناس تستفاد من فيديوهاتنا. فاللايك مهم جدا. ففي ناس بتشاهد كتير ما بتحطش اللايك، فانا بفكركم ان انتوا تحطوا باللايك. انا مرضتش اقول لكم في اول الفيديو، فقلت اقول لكم في نص الفيديو كده على الموضوع دوت. يعني التفاعل برضو مهم جدا، يعني اللايك والاشتراك مهم جدا.
وميرسي جدا للناس اللي بتكتب لي تعليقات جميلة زيكم كده. وتعليقات يعني بتحس يعني بتقدر مجهودنا وكده. فميرسي بجد للناس اللي بتكتب التعليقات ديت. صراحة كله يعني اي حد بيعلق عندي صراحة الناس كلها كلكم ذوق صراحة، يعني انا ما بلاقيش في حد فيكم يعني صراحة كلكم ما تخيروش عن بعض في الذوق. وكفاية ان انتوا بتقدروا المجهود وعارفين القناة دي بتبقى يعني القنوات دي بتبقى قنوات يعني مرهقة شوية. ربنا ان شاء الله يديمكم نعمة في حياتي، احلى متابعين واحلى اخوات. ونرجع تاني للفيديو زي ما انتوا كده شايفين كده. ب150 جنيه ده برضو. ولو عروسة بتجهزي ممكن تاخدي كذا قطعة. هما بيجيبوا شغل على طول، يعني ممكن تلاقوا كمان شغل احلى من اللي انا بصوره دوت. هو بيبقى عندهم ما شاء الله الفرشة مليانة، فبيجيبوا شغل كتير. وبيجيبوا شغل سواريهات، انا صورت لكم سواريهات عنده قبل كده. طبعا الكعب ده طبعا صعب ان حد يلبسه طبعا، بس انا بعرضه لكم. مفيش احسن من الفلاتة اللي هي على الارض. ومن الشرع طبعا. هتقولي انتي بتدخلي الشرع برضه في اقول لكم ان احنا ما نلبسش حاجة ملفتة للنظر ولا مقفورة قوي كده يعني. ده للناس اللي بتحب الحاجات المطرقعة او الفواتح. انتوا عارفين طبعا مين اللي بيقول الفواتح. جبنا لها الفواتح اهي. المفروض بقى تيجي تشتري هي من الرواعي. وده برضو ده برضو واطي برضو، يعني الناس اللي بتحب الحاجة المريحة للقدم. ولسه مكملين في جولتنا، يا ريت ما اكون ضيفة خفيفة عليكم ما تكونوش زهقتوا مني. وزي ما انتوا شايفين كده الموديلات. هي البواقي دي على فكرة بيبقى فيها حاجات متينة وحاجات حلوة. شايفين؟ ده اللي شفتوه في اول الفيديو. وهنا بقى الحاجات ام 100 جنيه. وحاجات ام 100 جنيه ما كان مش وحشة برضو. على فكرة الحاجات ام 100 جنيه دي ممكن تلاقي فيها حاجات ام 150. هتقولولي ازاي؟ هقول لكم مثلا لما بيبيع مثلا ويفضل مثلا حاجات وهو عاوز يجيب شغل جديد فبينزله بقول الحاجات ام 100 جنيه دي ب100 جنيه برضو. كان واحد بيبيعها ب135 قدام. هو بيبيعها ب100 جنيه. هي فلاتة كده مريحة وجميلة. عاوزين تعيدوا عليها بس. والشغل ده السواري ده كان من ضمن الحاجات ابو 150 قبل كده. بس كان الفضي. اهو الفضي. كان في رسمة تاني فضي كانت ب150. ولقيتها برضو عنده قبل كده على الفرشة ديت. هنا دي عاوزة لها فرشة بس. يعني ممكن تلاقي تطلعوا منها حاجات لقط على فكرة. يعني الفرشة لو دورتوا هتلاقوا حاجات لقط. واللي مثلا عاجبه حاجة طبعا بيشتريها وكده. احنا علينا ان احنا بنجيب لكم المكان ويا رب الاماكن تعجبكم. برضو ممكن الواحد برضو يعني ياخد برضو كم قطعة برضو لو عروسة برضو. ممكن تاخد من ابو 150 ومن ابو 100 برضو. ممكن تعمل تشكيل. الناس اللي بتقول الفيديوهات بيبقى الصوت واطي، على فكرة صوتي من كتر تسجيل الفيديوهات بيتعب. فانا بسجل لكم دلوقتي وانا صوتي تعبان. بس انا قلت لازم اسجل الفيديو كده عشان ينزل لكم. بس عشان الفيديوهات ما تاخرش عليكم. وزي ما انتوا يعني انا بنزل لكم فيديوهات وكده على طول. على اساس ان انتوا تبقوا عارفين الحاجة اللي بتنزل في السوق وكده. وتبقوا شايفينها وتنزلوا مثلا يعني عارفين الدنيا فيها ايه. والموديلات الجديدة، يعني اي حاجة جديدة بتنزل انا احب اصورها لكم وانزلها لكم على طول. ما اتاخرش عليكم. بس يعني تعذروني ان انا صوتي بيتعب من كتر تسجيل الفيديوهات. فالصوت طبعا يعني بيتعب وكده، خصوصا ان انا نفسي يعني صوتي يعني قصير، يعني النفس عندي قصير مش مثلا بيتحمل مثلا ان انا اتكلم كتير وكده. هتقولي انت بتسجلي مثلا فيديو 9 دقايق ولا 11 دقيقة.
هقول لكم، هو مش فيديو واحد، ده هو بيبقى كذا فيديو بصور يعني بسجله ورا بعض وكده. بدي نفسي هدنة وكده، يعني على اساس ان صوتي يعني يرتاح، بس انا صوتي قصير، نفسي قصير جدا في الصوت. فعلى قد ما بقدر بعلي صوتي، وان شاء الله